كان مصر القديمة وجود كتير من المساجد الأثرية اللي بترجع لفترات وعصور مختلفة، وبمجرد ما تدخل المسجد بتحس إنك دخلت في عالم تاني خالص، بتحس بالراحة النفسية والسكينة ملياك. والنهاردة يا سيدي هحكي لك عن واحد من أجمل المساجد الأثرية اللي موجودة في شارع المعز، وهو جامع الحاكم بأمر الله. بدأ يا سيدي بناء المسجد في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي سنة 380، ولكن يشاء القدر ويموت الخليفة قبل ما يتم بناء المسجد، وبيجي بعديه ابنه الحاكم بأمر الله وبيتم البناء، ولكن بيسمي المسجد باسمه الحاكم بأمر الله. المسجد يا سيدي موجود بنهاية شارع المعز بجوار باب الفتوح، وبيعتبر رابع أقدم المساجد الأثرية الموجودة في مصر. المسجد يا سيدي مر بكتير من الأحداث، واللي منها مثلا إنه استخدم كمقر لجنود الحملة الفرنسية. مش بس كده، ده كمان استخدموا مأذنته كبرج مراقبة. وبيعتبر مسجد الحاكم بأمر الله مسجد مميز وسط كتير من الآثار الإسلامية، وده لأنه بيجذب الناس بروعة التصميم